السلام عليكم. عشان نعمل البيتي فور ويطلع شكله احترافي وجميل وزي ما بنجيبه بالمحلات، سهل جدا انك تعمليه في البيت. من اسهل انواع النواعم اللي ممكن تتعمل في البيت ويطلع شكلها بجد خرافي، شكلها كأنك جايباها من افخم المحلات. تعالي مع بعض اقولك انا بعمل البيتي فور بتاعي ازاي. ممكن تبدأي بيه مشروع من البيت وتسوقي له كويس جدا، هيجيب معاكي نتيجة اللهم بارك. البيتي فور بتاعي السهل الممتنع، تعالوا مع بعض نشوف احنا بنعمله ازاي. اول حاجه انا بستخدم زبده. البيتي فور يعني زبده. اللي بنستخدم فيه السمنه ده اللي بنعمله بالمكنه بتاعه البيتي فور، لكن انا هنا هستخدم القمع. فهنا انا معايا في الحله بتاعه العجان 750 جرام من الزبده. ما تستكتريش كميه الزبده لان احنا مش عايزين كتافنا تتملخ واحنا بنعمل البسكوت، فلازم نظبط كميه الزبده معانا علشان البيتي فورايه معانا تنزل سلسه من قلب القمع. حطيت معزز الطعم بتاع السمنه البلدي، بيدي طعم حلو جدا حتى لو انت مستخدمه زبده بلدي. هنحط مع الزبدة 200 جرام من السكر البودر، وخلي بالك الزبدة لازم تكون ساقعة. هنبتدي ان احنا هنضربهم مع بعض كويس جدا، وممكن كمان تعمليهم على ايدك بالراحة كده وانتي قاعدة في طبق واسع. الموضوع سهل جدا، طول ما انتي شغالة فيهم براحة ايدك هيتضربوا معاكي بسرعة. ممكن تعمليهم بالمضرب اليدوي كمان بس هياخد وقت كبير شوية. هضربهم مع بعض كويس جدا، وكل فترة هنزل كده الجوانب بتاعة الزبدة علشان خاطر كله يمتزج مع بعضه. هبتدي بقى هنا بصوا انزل كده لحد ما كله يختلط مع بعض. خلاص بعد ما هاش معايا ولونه فتح كده، هبتدي انزل باتنين بيضة كاملين وصفار. لو انا عايزة البسكوت مقرمش يبقى هحط التلاتة بيض كاملين، لو انا عايزاه ناعم خالص زي بتاع المحلات يبقى احط صفار بيض بس انا بحب اعمله ببيضتين كاملين وصفار بيضة كاملة، واحط معاهم معلقة كبيرة من الفانيليا البودر علشان خاطر نقضي على زفارة البيض. هنزل بكيلو من الدقيق المنخول، وانا شايلة من الدقيق دوت معلقتين كبار من بتوع الاكل دقيق. بتفرق قوي في البسكوت في البيتي فور بتاع القمع، بينزل كده البتيفورايه سهله وسلسه معاكي. هنا هبصوا العجينه بتلزق خالص لما عاملاها على المعلقه، بس لما مسكتها بايدي ما بتبصمش في ايدي كده. العجينه بتاعتي ناجحه جدا. كل دي اشكال اقماع تنفع للبيتيفور، اي شكل عندك ينفع للبيتيفور. المهم ان احنا الضغطه بتاعتنا تبقى واحده، يعني عشان الاحجام كلها تبقى متقاربه من بعض. بصوا بقى الكيس الحلواني سهل جدا. الكيس ده عندي بقاله 5 سنين حرفيا، يعني نفعني جدا جدا جدا. طول ما انا ما بحافظ عليه وبغسله كويس وبنشفه كويس بعد كل مره بستخدمه خلاص، وطول ما انا حاطه له قمع مناسب للحجم بتاع الفتحه بتاعته عمره ما هيفتح مني ولا هيتقطع. تمام. انا كنت جايباه حوالي ده كان ب20 جنيه، يعني من 3 4 سنين زي ما قلت لكم، بس دلوقتي انا معرفش هو بكام. انا هنا معايا اللي بمسك القمع وبسيب فراغ فوق كده، بنزل منه حبه على قد بصوا كف ايدي عشان لما اضغط ما يبقاش صعب عليا في الضغط. بصوا بينزل ما شاء الله سلس وسهل جدا. انا مش عارفه انتم ملاحظين الموضوع ده ولا لا، بس هو مش محتاج، يعني هي ضغطه بسيطه قوي وبلاقي بصوا الحاجه ما شاء الله نزلت وشكلها جميل. حاولوا زي ما قلت لكم ضغطتكم تبقى واحده علشان كل الاحجام تبقى متقاربه من بعض. هنا طبعا بيفيد كده حبه في الاخر كده ما بتبقيش عارفه تعملي فيهم ايه ولا تنزليهم ازاي. مسطره من بتاعه الولاد خصصيها للكيس الحلواني، خصصيها سكرابر للتورتات. انا عامله كده الموضوع دوت. هي بتدي نفس النتيجه بالظبط. مسطره تكون مستقيمه ما فيهاش اي تعرجات او فيها اي حاجه، هتخدمك جدا في شغل الحلويات. ما شاء الله انا رصيت الصواني كلها، الموضوع كله كيلو ما خدش مني ربع ساعه على ما حطيته كله في الصواني، ويمكن اقل كمان لان انا استخدمت تب واحد ما استخدمتش اشكال كتير، هو شكل واحد اللي استخدمته. لو حابه تعملي شويه بالشوكولاته هتدوبي في معلقتين زيت معلقتين كاكاو، على حسب الكاكاو اللي انت هتستخدميه. استخدمي كاكاو غامق عشان شكله يبقى حلو. وبعد ما تخلطيهم مع بعض حطيهم على العجين وشغلي العجين عليهم دقيقه كده يختلطوا مع بعض وخلاص، او اخلطيهم بايدك مفيش اي مشكله. هنا بقى دي طريقة سهلة جدا انك تشكلي بيها، انك تقلبي صف وتخلي صف على وشه وتبدأي ان انت تلزقي البسكوت كله. طب انا ممكن استخدم ايه في التلزيق؟ ممكن استخدم مربى، ممكن استخدم نوتيلا، ممكن استخدم جناش، ممكن استخدم شوكولاتة. طيب انتي بتفضلي ايه اكتر حاجة انك تشتغلي بيها؟ انا بفضل الشوكولاتة لان الشوكولاتة نسبة تماسكها عالية جدا، وكمان ما بترطبش مع الوقت عكس المربى والنوتيلا. تمام. فانتي استخدمي نوع شوكولاتة يكون كويس للتشكيل على الوش وللحشو، بجد بيفرق جدا في الطعم. طبعا النوتيلا حلوة جدا لو انتي هتخزنيه، يعني قولي مثلا قبل العيد باسبوع 8 ايام ما يلحقش يطرى معاكي. لكن مثلا لو انتي هتعملي كمية وتسيبيها هتسيبيها عندك على الرخامة وتشكليها قبل
التقديم. تمام، بتبقى حلوة جدا وبتفرق. التشكيل طبعا على ذوقك، تقدري بقى تستخدمي جوز الهند، فارماسيه، مكسرات مطحونة وسليمة، تقدري تجيبي سكر وتلونيه بأي لون من عند العطار، في ألوان مية أو ألوان بودر، تقدري إن انتي تلوني سكر أي لون يريحك، ده بيبقى شكله حلو جدا. تقدري تجيبي اللي هي البسكوتات الملونة ديت الصغيرة اللي بتبقى عاملة زي حبات الخرز دي، بتبقى شكلها حلو قوي. زر الورد برضو طالع ترند جدا انك تزيني بيه، حاجات بسيطة كده من عند العطار برضو، يعني ده بديل للورد المحمدي. وصفة سهلة وبسيطة، واعملوها وطلعوا روح الفنان اللي جواكوا، بجد هتتبسطوا وهتبسطوا الأولاد جدا. لو عجبتك الوصفة وشايفة ان هي تستاهل النشر، ياريت تعملي لها شير كتير. سلام.